بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتكم المفضلة، قناة مساء كورة. هنحلل اليوم مباراة مصر وبوركينا فاسو، وهنحلل التشكيلة الامثل لمواجهة غينيا بيساو. ما تنساش الاشتراك والكومنت الايجابي واللايك لا يساعدنا التقديم الافضل، وما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. حبايبنا لازم نتكلم عن المنتخب المصري يفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف. المنتخب المصري افتتح التسجيل عن طريق محمود حسن تريزيجيه بعرضيه من نجم منتخب مصر ومن افضل 3 لعيبه في العالم. طبعا كده انتوا عرفتوا مين، كابتن محمد صلاح بوش رجله، لكن تريزيجيه برأسية متقنة في ال90 يسجل الهدف الأول. ثم بعدها لا يستغرق المنتخب إلا 3 دقايق ليسجل الهدف الثاني. المنتخب عن طريق أيضا تريزيجيه، قلنا المنتخب راح تفتح معاها، ولكن حسام حسن مش عارف اتخذ قرار مع اللعيبة، قرار ان هو قرار اصلا اللعيب بقى كل واحد عايز يجيب جون. لكن لو كانوا بيلعبوا لعب جماعي كنا روحنا في حتة تانية، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ولكن يجي الشوط الثاني ويسجل الهدف الاول، وبوركينا فاسو تخش في اجواء المباراة، وتبدأ التوتر ما بين اللعيبة وهجمات كثيرة لبوركينا فاسو. ولكن لولا حظ المصريين لكنا رحنا في طيس، كنا رحنا. لكن كانت التشكيله برضه غريبه من كابتن حسام. معكش باك ليفت، ايوه طبعا يا كابتن حسام، ولكن انت جبت عمر كمال لازم تلعبه. ما مش تشكيله في حراسه المرمى الشناوي، الحمد لله على السلامه طبعا يا كابتن محمد الشناوي. سمعنا ان هو زعلان ومحدش قال له الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا كابتن محمد الشناوي. كان قدامه رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، وكان بيلاعب ما بينهم. ازاي تلعب حمدي فتحي ما بينهم يا جدعان؟ حمدي فتحي نص ملعب، كان بيلعب قدام محمد هاني، زيزو، امام عاشور، مروان عطيه، قدامهم تريزيجيه وصلاح ومصطفى. ما ينفعش خالص يا كابتن حسام. لازم يا كابتن حسام حسن يبقى عندك في حراسه المرمى الشناوي، محمد هاني وعمر كمال شمال، عبد المنعم وربيعه. هتنزل حمدي فتحي، مروان عطيه، زيزو، صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. هي دي التشكيله الامثل اللي تقدر تلعب بيها قدام غينيا بيساو. انت ما استغلتش الاطراف، انت خليت في مساحات ما بين الهجوم، 5 بيهاجموا و5 بيدافعوا. 5 اللي بيهاجموا محتاج منهم انك انت خليتهم ليهم ادوار، ال5 اللي بيهاجموا ادوار دفاعيه انهم يرجعوا يدافعوا، وال5 اللي بيدافعوا خليت ليهم ادوار هجوميه ان هم يخشوا يهاجموا. فانت عملت ما بينهم مساحه واسعه، وما خليتش حتى المساحات ضيقه. خليت محمد هاني وزيزو وصلاح ال3 على خط واحد متلخبطين، 3 لعيبه. محمد هاني عرضيات، زيزو عرضيات، صلاح. فاللعيبه ال3 بقوا متلخبطين. كنت مفروض زي ما انا بقول لك حمدي فتحي ومروان عطيه، وقدامهم زيزو صانع العاب عشان تعرف تمسك الملعب. لكن امام في اسوأ حالاته، وزيزو كان الماتش ده طبعا في اسوأ حالاته، عشان مش هتشوف الاتنين. ادام انت بتلعبهم 5 بيهاجموا بمعنى اصح و5 بيدافعوا، انت كنت ده اللي انت عامله. فانت كنت موسع المساحه. لكن لو انت كنت مضيق المساحه وكنت سايب كل لاعب مع راحته بيلعب لعبه، لكن انت ضيقت، ولا في جمل ولا في حاجه. هي لولا وش محمد صلاح رجله العالمي وتألق تريزيجيه اللي من وجهة نظري هو أفضل لعيب في منتخب مصر آخر 10 أعوام. تريزيجيه إن لم يكن أفضلهم، هو المؤثر الأول. محمد صلاح مش مؤثر زي تريزيجيه. تريزيجيه هو المؤثر الأول في منتخب مصر، هو أفضل لاعب على آخر 10 سنين من وجهة نظري. وكل واحد ليه وجهة نظر وليه وجهة نظر تحترم. لكن الماتش الجاي لازم تلعب بحراسة المرمى الشناوي، وعلى اليمين هاني، وعلى الشمال عمر وربيعة وعبد المنعم، وقدامهم هتلعب بالعالمي اسمه ايه دوت مروان عطية، اللي من وجهة نظري هو احسن نص ملعب في مصر، وجنبه حمدي فتحي وزيزو، وتلعب بيه صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. هي دي التشكيله الامثل عشان تخلي التكافؤ الفرص قدام وورا، مش تخلي اللي بيهاجم زي اللي بيدافع يا كابتن حسام. غلط، ده غلط، ده غلط خالص يا كابتن حسام. لازم انت تركز. اهم حاجه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والكومنت الايجابي،
تنساش الكومنت الايجابي بالنسبه ليا. مؤمن احسن صانع محتوى قادم في مصر. وكمان ما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين. سلام. واخر الكلام الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.